صارت معجزة بزيارة ال40. خليك تتابع. بيوم ال40 وتحديدا بوقت الصباح اكو طيور تقريبا يوصل عددها بالعشرات ظلت تطوف وتحلق فوق قبة ابي عبد الله الحسين. زين عادل، وين المعجزة بالموضوع؟ لا تستعجل، خليك تكمل. هاي الطيور اللي تشوفونها طائرة قدامكم هي طيور نادرة ويوصل تقريبا عددها بالعشرات، وتلقب او ما تسمى بالطيور الفلامينغو. هاي الطيور اللي طايرة قدامكم واللي تشوفونها هي طيور نادرة وتلقب او ما تسمى بالطيور الفلامينغو. وهاي الطيور الفلامينغو هي طيور أوروبية وتجي مهاجرة لأي دولة تحس بيها الأمان أو تستقر بيها. لكن اليوم بالعراق وتحديدا بأرض كربلاء نشوف هاي الطيور النادرة تحلق فوق قبة سيد الشهداء من رغم ظروف الحر والشمس. لكن بظل هاي الظروف الحارة نشوف هاي الطيور النادرة تطوف حول قبة سيد الشهداء عليه السلام آمنة ومطمئنة، كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وآله: إن النجوم في السماء أمان لأهل السماء وأهل بيتي أمانا لأمتي. وبنهاية الفيديو اكتبوا بالتعليقات لبيك يا حسين.